نوتيلا بيتي بطعم لذيذ جدا، احلى من اللي بنجيبها من بره بمكونات قليله. هتطلع معاكي كميه كبيره تستخدميها في سندوتشات المدارس او المخبوزات، تحشي بيها مخبوزات. استخداماتها كتيره جدا وطعمها لذيذ. هنعملها بطريقه بسيطه تطلع معاكي طعمها تحفه، يمكن احلى كمان. هتوفر عليكي كتير وهتعمل معاكي كميه كبيره من مكونات قليله زي ما احنا ما هنشوف. اول حاجه انا معايا هنا نص كوبايه سكر، كوبايه من اللبن، كيسين نسكافيه بالبندق، واحط كل ده مع بعض على النار. اقلب بقى كده بالمضرب لحد السكر ما يدوب والنسكافيه يتخلط مع اللبن والسكر كويس. نار متوسطة. اسيبهم بقى على نار هادية يسخنوا ويدوبوا كده مع بعض كويس. وهحط عليهم 100 جرام من الشوكولاتة. العلبة دي 200 جرام، انا خدت نصها بس. دي شوكولاتة بالحليب. اكسرها كده قطع صغيرة. هتطلع معانا تقريبا كوباية من الشوكولاتة. لما نحطهم في الكوباية كده تقريبا يعني هيطلعوا معاكي كوباية من الشوكولاتة بالحليب. اديني كوباية الا شوية صغيرين. هحط بقى الشوكولاتة على الخليط ده واقلبهم لحد الشوكولاتة ما تدوب، وهي غلوة واحدة بس، وهقفل عليها. اول ما اتاكد كده ان الشوكولاتة دابت مع الخليط ده، عايزه اقول لكم ريحة البندق قوية جدا من كيسين النسكافيه بالبندق اللي احنا حطيناهم. بتدي بجد ريحة وطعم البندق. بصوا بقى كده الشوكولاتة ساحت، يا دوب هي غلوة واحدة بس، وهقفل عليه واسيبه يبرد شوية يعني يبقى دافي. هحط بقى في الخلاط نص كوباية من اللبن، نص كوباية من الكاكاو المحلى، كوباية من اللبن البودرة، ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام. نضربهم بقى في الخلاط بالشكل ده، وهحط عليهم خليط النسكافيه اللي احنا عملناه. احط كل المكونات مع بعض في الخلاط بالشكل ده. ومعايا كمان كوباية من الزيت. هضربهم كده مع بعض في الخلاط، واحط الزيت ده بالتدريج وهو بيتضرب كده سرسوب من الزيت عشان القوام يتقل معاكي. لو حسيتي ان القوام خفيف شوية زودي من الزيت تاني لحد القوام ما يظبط معاكي. يعني لو لقيتي القوام خفيف زودي نص كوباية من الزيت وبس كده لحد القوام ما يوصل معاكي بالشكل ده. حطيتهم بقى في برطمانات. بصي ما شاء الله عمل معانا كمية قد ايه. يعني تقريبا الكمية دي هتطلع معاكي 4 برطمانات. بصوا بقى انا كده بعد ما حطيتها في التلاجة تقريبا ساعة بس، كان القوام بقى عامل معايا بالشكل ده. بصوا بقى كريمي وطعمها بجد خطير، حلوة جدا، احلى من اي حاجة هتجيبيها من بره، موفرة، وهتطلع معاكي كمية حلوة قوي. يعني سعر البرطمان الواحد بقى غالي جدا. هنعمله بقى في البيت ونفرح بيه الاولاد، وكمان عشان دخول المدارس فهينفعك. وكمان ممكن تحشي بيه اي مخبوزات بقى وتستخدميها في الحلويات زي ما تحبي. طعمها لذيذ جدا وهتعمل معاكي كمية حلوة قوي. بصوا قوامها كريمي ازاي، وسهلة معاكي في الفرد في السندوتشات، هتبقى تحفة. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبتكم هتنسوش تحطولي لايك. لو لسه ما اشتركتوش في القناه تشتركوا، اكتبولي تعليق قولولي بتتابعوني من انهي بلد. جربوا النوتيلا بالطريقه دي، حرفيا طعمها تحفه، قوامها مظبوط جدا. بصوا قوامها عامل ازاي. ولازم نستخدم الكاكاو المحلى مش كاكاو خام عشان يطلع معاكي اللون فاتح بالشكل ده. بصوا بقى بعد ما شلتها
تقريبا 3 ساعات في التلاجة. القوام تقل شوية معايا. بصوا بقى بقت عاملة ازاي، زي الجاهزة بالظبط.